في أعالي جبال جرجرة، حيث يختلط صمت الليل بأنفاس الغابة، كانت قرية إيجيل وزان تعيش في سلام هش، سلام تكسره حكاية قديمة، حكاية لا يجرؤ أحد على روايتها بعد غروب الشمس. في ليلة شتوية باردة، خرج سي الطاهر يبحث عن خروف ضائع. رجل خمسيني قوي، لكنه في تلك الليلة شعر بشيء لم يشعر به من قبل: خوف. كلما توغل في الغابة ازدادت الرياح هبوطاً، وكأن الأشجار كلها تراقبه. وفجأة سمع همساً يخرج من الكهف الأسود: جاء اللي دخل ما يوليش. تجمد الطاهر، اقترب ببطء حتى رأى ناراً ضعيفة ترتجف داخل الكهف، وعندها خرجت امرأة عجوز، وجهها بلا فم، وعيناها جمرتان تتوهجان في الظلام. تلتها ثانية ثم ثالثة، حتى أحاطت به عجائز الكهف. اقتربت إحداهن ولمست كتفه بإصبع طويل كالعظم، وقالت بصوت يشبه صرير الحديد: ضيعت خروفك ولا ضيعت روحك يا طاهر. انطفأت النار، وانطلقت ضحكات حادة تمزق سكون الليل، ثم ساد صمت مطبق. في الصباح لم يجد أهل القرية سوى عصا الطاهر مكسورة عند مدخل الكهف، وآثار أقدام ليست بشرية تختفي في الداخل. ومنذ تلك الليلة صارت النوافذ تطرق 3 مرات بعد منتصف الليل، وتظهر عند الأبواب امرأة بلا فم تحدق بعينيها الحمراوين قبل أن تتلاشى في الظلام. ويحكي كبار القرية أن من يسمع همس عجائز الكهف لن يهنأ بنوم بعد ذلك أبداً، ومن يرى عيونهن لن يطلع عليه فجر جديد. وهكذا تظل الحكاية حية، تتربص بكل من يقترب من الكهف حين يهبط الليل.